السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة اكتشف موهبتك بنفسك وصلح كل حاجة بنفسك في المنزل. النهاردة يا جماعة الغسالة الفوق اوتوماتيك دي لقيت الموتور بتاعها اللي مروحة اللي هي عليها ايه الطنبورة دي. شايفين الطنبورة دي بيركب عليها السير ده، بيركب عليها السير ده. شايفين السير ده؟ شايفين السير ده بيركب على المروحة. فأنا مش عارف بقى السير ده كويس ولا لا، لكن لو مش كويس هنغيره. بس الأسلم دلوقتي إن احنا ايه الموتور يا جماعة اهو، شايفينه اهو الموتور ده اهو. الموتور ده سليم. أنا كنت شاكك إن الموتور فيه حاجة، الموتور طلع سليم اهو. بس ايه المسامير بتاعته مش مربوطة كويس. المكان اللي مربوط فيه المسامير بهوى وسع يعني. فانا هنعمل ايه؟ يا اما نخرم في المكان اللي فيه المسامير ده خرم يطلع من الناحية التانية ونجيب مسمار طويل بصامولة من ناحيتين، يا اما ننقي مسمار اتخن شوية يربط، يا اما نحط فيشر. واخدين بالكم؟ فيشر من الفيشرات يتحط فين؟ في الفتحة. فيشر يعني مثلا فيشر زي ده مثلا، شوف الفيشر ده او ده يتحط في الفتحة اللي هي بيدخل فيها المسمار. شوف المسامير مكانها فين. هذا مسمار اهو، وادي التاني اهو. احنا ايه فكينه، المسمار التاني احنا فكينه اهو، شايفين؟ فالمفروض يبقى ايه مشدود. ليه مشدود؟ عشان لما يشد الموتور ده كويس يشد السير ده معاه اللي هو مربوط على ايه. السير ده محطوط على ايه؟ على الطنبورة اللي فيها طنبورة اهي. شايفين الطنبورة؟ الطنبورة دي فيها ايه؟ فيها المروحة. الطنبورة دي بيركب عليها السير ده. شوفوا شايفين اهو. المهم احنا دلوقتي عايزين نثبت الموتور ده، وهنشوف بقى ايه اللي هينفع معانا. هل ينفع معانا ان احنا نحط مسمار اتخن شوية؟ هنشوف دلوقتي ونرجع لكم تاني. بصوا بقى يا جماعة، بصوا بقى، خدوا بالكم كويس. بصوا الرجلاش، شوفوا المسافة بتاعت المسمار اللي انا جبته التخين شوية اهو. المسمار التخين شوية اهو. الرجلاش بصوا المسافة دي اللي هو ايه. نيجي بقى عشان نشد السير نروح عاملين كده اهو، ونروح مقرطين بقى على المسمار ده. شوفوا اهو، شايف المسافة قد ايه؟ المسافة دي الرجلاش ممكن كده، ممكن كده، ممكن كده، ممكن كده كده. ايه سايب على الاخر. ايه اللي خلاها ثابت على الاخر كده؟ المسمار بيلف على الفاضي. المسمار ده المسمار دون اهو، هجيبهولكوا شاور عليه بصبعي عشان مكان مزنوق. المسمار ده لو لف على الفاضي هيحل. لما يحل هتبص تلاقي الموتور سايب مش ماسك في مكانه. بالتالي لما نحط عليه السير هنا والطنبورة اللي هي عليها المروحة، هتبص تلاقي ايه بتلف على الفاضي. هتلاقي الموتور ده بقى يلف على الفاضي. ليه؟ لان سايب السر مش ماسك، مش جامد، السر مرخي. فاحنا هنربط بقى المسمار ده. انا جبت مسمار اللي عندي تخين احسن شوية من المسمار التاني. المسمار التاني اهو، المسمار بتاعه اهو، المسمار بتاعه اهو. شوف المسمار بتاعه رفيع اهو، شوف رفيع مش اهو. فالبيت اللي هو بيبيت فيه المسمار ده معمول من البلاستيك، مش صب حديد مثلا اربط فيها، لا بلاستيك. فاحنا حطينا القاعدة، واخدين بالكم، حطينا القاعدة اللي هي
عليها المسمار دي، وهنشد بقى كده ونشوف بقى الظبطة بتاعت السير، شدة السير ايه، كده ولا كده ولا كده ولا كده. هنربطها ونجيلكوا تاني. بصوا بقى يا جماعة، ركبنا المسمار ده، مسمار أتخن من التاني، والرجلاش اهو فتحناه شوية بقى في النص كده، وفي مسمار تاني تحت غيرناه برضو وركبناه وعملنا له ايه الرجلاش بتاعه، لان ده بيتحرك مع ده. ودلوقتي بعد كده هنجرب بقى السير على دي ودي، هنقفل ده، هنزق ده كده اهو عشان ايه يدخل هنا تحت ويتربط مسمار هنا، في مسمار بيربط هنا، مسمار بيربط هنا اهو، ومسمار هنا، مسمار هنا اهو. هنربطهم ونجرب السير كده. ما كانش كده، اذا طلع السير مش قوي، في سير عندي تاني اهو وقديم بس مشرشر عامل زي بتاع العربيات اهو، يعني السير المشرشر ده بيبقى احسن من ده، السير بتاعها اهو. فاحنا هنجرب، ما ينفعش نرجع السير بتاعها تاني. دلوقتي يا جماعة ركبنا السير بتاعه الأصلي، يبقى ايه السير بقى ايه مشدود، شوف بقى مشدود اهو، كان مرخي، عشان كده المروحة من جوه كانت بتدور على الفاضي، يعني ما بتلفش كويس. شدينا من هنا مسمار فين اهو، هجيبهولكوا دلوقتي اهو، المسمار اهو، شوف المسمار اللي احنا ركبناه، ركبنا مسمار اتخن من المسمار اللي كان فيه اهو، المسمار اهو اتخن من اللي كان فيه، شايفينه. والمسمار اللي تحت برضه غيرناه، اللي تحت برضه غيرناه اهو، اللي هو الوردة بتاعته قديمة دي. كل حاجة موجودة أصل في البيت عندي، لو احتاجنا حاجة نشتريها من بره. نجرب بقى كده، نحاول ايه نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه السر مشدود جامد. هنبطل وندور تاني. ليه؟ عشان نشوف يمكن السر ده مشدود جامد، لو مشدود جامد يبقى ايه، يبقى نرخيه شوية، بس هو مش مشدود جامد اهو، متهيألي مش مشدود جامد. في عيب يا موسى. الموتور ده بيلف، بيلف ايه شمال ويمين، يلف كده مثلا ويرجع تاني.
هات كده ونشوف. دلوقتي يا جماعة قفلنا الظهر، قفلنا الظهر اهو. وده الظهر اللي جواه الموتور بتاع العصار، والموتور بتاع ايه الغسالة نفسها المروحة. وهنقلبها بقى الناحية التانية ونشغلها من جوه. يا جماعة غسالة من جوه اهي، دي ما كانتش بتلف كويس. حط فيها الهدوم والمية ما تلفش. هي بتلف شمال ويمين شمال ويمين. دلوقتي عملنا العيب اللي فيها، طلع السير مرخي. ويا ريت بقى اللي عايز يعرف حاجة يعلق ويقول له وانا ارد عليه. من قناة اكتشف موهبتك بنفسك، وصلح كل حاجة بنفسك في المنزل، مع فيديو جديد ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة اكتشف موهبتك بنفسك، وصلح كل حاجة بنفسك في المنزل. النهاردة يا جماعة الغسالة الفوق اوتوماتيك دي، لقيت الموتور بتاعها اللي مروحة هي عليها ايه الطنبورة دي. شايفين الطنبورة دي بيركب عليها السير ده، بيركب عليها السير ده. شايفين السير ده؟ شايفين السير ده؟ ده بيركب على المروحة. فأنا مش عارف بقى السير ده كويس ولا لأ، لكن لو مش كويس هنغيره. بس الأسلم دلوقتي إن احنا ايه الموتور يا جماعة اهو، شايفينه اهو. اهو الموتور ده اهو، الموتور ده سليم. انا كنت شاكك ان الموتور فيه حاجة، الموتور طلع سليم اهو. بس ايه المسامير بتاعته مش مربوطة كويس. المكان اللي مربوط فيه المسامير بهوى وسع يعني. فانا هنعمل ايه؟ يا اما نخرم في المكان اللي فيه المسامير ده خرم يروح يطلع من الناحية التانية، ونجيب مسمار طويل بصامولة من ناحيتين، يا اما ننقي مسمار اتخن شوية يربط، يا اما نحط فيشر. واخدين بالكم؟ فيشر من الفيشرات يتحط فين؟ في الفتحة. فيشر يعني مثلا فيشر زي ده مثلا، شوف الفيشر ده او ده يتحط في الفتحة اللي هي بيدخل فيها المسمار. شوف المسامير مكانها فين. هذا مسمار اهو، وادي التاني اهو. احنا ايه فكينه، المسمار التاني احنا فكينه اهو، شايفين؟ فالمفروض يبقى ايه مشدود. ليه مشدود؟ عشان لما يشد الموتور ده كويس يشد السير ده معاه، اللي هو مربوط على ايه. السير ده محطوط على ايه؟ على الطنبورة اللي فيها طنبورة اهي. شايفين الطنبورة اهي؟ الطنبورة دي فيها ايه؟ فيها المروحة. الطنبورة دي بيركب عليها السير ده. شوفوا شايفين اهو. المهم احنا دلوقتي عايزين نثبت الموتور ده، وهنشوف بقى ايه اللي هينفع معانا. هل ينفع معانا ان احنا نحط مسمار اتخن شوية؟ هنشوف دلوقتي ونرجع لكم تاني. بصوا بقى يا جماعة، بصوا بقى، خدوا بالكم كويس. بصوا الرجلاش، شوفوا المسافة بتاعت المسمار اللي انا جبته التخين شوية اهو. مسمار التخين شوية اهو. الرجلاش بصوا المسافة دي اللي هو ايه. نيجي بقى عشان نشد السير نروح عاملين كده اهو، ونروح مقرطين بقى على المسمار ده. شوفوا اهو، شايف المسافة قد ايه؟
يعني مسافة الرجلاش ممكن كده، ممكن كده، ممكن كده، ممكن كده، كده هي سايبة على الآخر. ايه اللي خلاها ثابت على الآخر كده؟ المسمار بيلف على الفاضي. المسمار ده، المسمار دون اهو، هجيبهولكوا دلوقتي، شاور عليه بصبعي عشان مكان مزنوق. المسمار ده لو لف على الفاضي هيحل، لما يحل هتبص تلاقي الموتور سايب مش ماسك في مكانه. بالتالي لما نحط عليه السير هنا والطنبورة اللي هي عليها المروحة، هتبص تلاقي ايه، بتلف على الفاضي. هتلاقي الموتور ده بقى يلف على الفاضي. ليه؟ لان سايب السر مش ماسك، مش جامد، السير مرخي. فاحنا هنربط بقى المسمار ده. انا جبت مسمار اللي عندي تخين احسن شوية من المسمار التاني. المسمار التاني اهو، المسمار بتاعه اهو، المسمار بتاعه اهو، شوف المسمار بتاعه رفيع اهو، شوف رفيع مش اهو. البيت اللي هو بيبيت فيه المسمار ده معمول من البلاستيك، مش صب حديد مثلا اربط فيها، لا بلاستيك. فاحنا حطينا القاعدة، واخدين بالكم، حطينا القاعدة اللي هي عليها المسمار دي، وهنشد بقى كده ونشوف بقى الظبطة بتاعت السير، شدة السير ايه، كده ولا كده ولا كده ولا كده. هنربطها ونجيلكوا تاني. بصوا بقى يا جماعة، ركبنا المسمار ده، مسمار أتخن من التاني، والرجلاش اهو فتحناه شوية بقى في النص كده، وفي مسمار تاني تحت غيرناه برضو وركبناه وعملنا له ايه، الرجلاش بتاعه، لان ده بيتحرك مع ده. ودلوقتي بعد كده هنجرب بقى السير على دي ودي. هنقفل ده، هنزق ده كده اهو عشان ايه، يدخل هنا تحت ويتربط مسمار هنا، في مسمار بيربط هنا، مسمار بيربط هنا اهو، ومسمار هنا، مسمار هنا اهو. هنربطهم ونجرب السير كده. ما كانش كده، اذا طلع السير مش قوي، في سير عندي تاني اهو وقديم بس مشرشر عامل زي بتاع العربيات اهو. يعني السير المشرشر ده بيبقى احسن من ده، السير بتاعها اهو. فاحنا هنجرب، ما ينفعش نرجع السير بتاعها تاني. دلوقتي يا جماعة ركبنا السير بتاعه الأصلي. يبقى ايه، السير بقى ايه، مشدود. شوف بقى مشدود اهو، كان مرخي. عشان كده المروحة من جوه كانت بتدور على الفاضي، يعني ما بتلفش كويس. شدينا من هنا، المسمار فين اهو، هجيبهولكوا دلوقتي اهو. المسمار اهو، شوف المسمار اللي احنا ركبنا مسمار اتخن من المسمار اللي كان فيه. اهو المسمار اهو اتخن من اللي كان فيه، شايفينه. والمسمار اللي تحت برضه غيرناه، اللي تحت برضه غيرناه اهو، اللي هو الوردة بتاعته قديمة دي. كل حاجة موجودة أصل في البيت عندي، لو احتاجنا حاجة نشتريها من بره. نجرب بقى كده، نحاول ايه، نجرب. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه، السير مشدود جامد.
هنبطل وندور تاني. ليه؟ عشان نشوف يمكن السير ده مشدود جامد. لو مشدود جامد يبقى ايه؟ يبقى نرخيه شوية، بس هو مش مشدود جامد اهو. متهيألي مش مشدود جامد. في ايه بقى موز؟ الموتور ده بيلف ايه؟ شمال ويمين. يلف كده مثلا ويرجع تاني. هاتوا كده ونشوف. دلوقتي يا جماعة قفلنا الظهر. قفلنا الظهر اهو. وده الظهر اللي جواه الموتور. الموتور بتاع العصار والموتور بتاع ايه؟ الغسالة نفسها، المروحة. وهنقلبها بقى الناحية التانية ونشغلها من جوه. يا جماعة غسالة من جوه اهي. دي ما كانتش بتلف كويس. حط فيها الهدوم والمية ما تلفش. هي بتلف شمال ويمين شمال ويمين. دلوقتي عملنا العيب اللي فيها، طلع السير مرخي. ويا ريت بقى اللي عايز يعرف حاجة يعلق ويقول له وانا ارد عليه. من قناة اكتشف موهبتك بنفسك، صلح كل حاجة بنفسك في المنزل، مع فيديو جديد ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.